في الدوري الإنجليزي لا يكفي أن تصبح بطلاً، لأن 5 منافسين يقضون الصيف كله وهم يبحثون عن الطريقة التي سيسقطونك بها. أرسنال يريد حماية العرش الذي وصل إليه بعد سنوات من البناء. مانشستر سيتي يرفض أن يستمر بعيداً عن اللقب لموسم ثالث. تشيلسي يبدأ مشروعاً جديداً تحت قيادة مدرب جديد. وليفربول يدخل مرحلة مختلفة بعد نهاية واحدة من أهم حقب النادي. أما مانشستر يونايتد فيحاول استعادة مكانته بين الكبار، بينما يريد توتنهام العودة إلى دوري الأبطال والتحول من فريق يطارد المنافسة إلى فريق يصنعها. 6 أندية، 6 مشاريع مختلفة، لكن الهدف واحد: السيطرة على أقوى دوري في العالم. والقرارات التي تتخذ الآن قد تصنع بطلاً في نهاية الموسم أو تهدم مشروعاً كاملاً قبل أن تبدأ المباريات الحاسمة. في هذا الفيديو سنفتح ملف كل فريق ونحلل ما تغير داخله ومدى جاهزيته لتحقيق هدفه، وما الذي ما زال ينقصه قبل إغلاق السوق. وقبل أن نبدأ، اكتب اسم فريقك المفضل في التعليقات وسننقل لكم آخر أخباره يومياً طوال فترة الميركاتو. ونبدأ من بطل الدوري الإنجليزي أرسنال، الذي يعرف أن الوصول إلى القمة كان صعباً، لكن البقاء فيها سيكون أصعب بكثير. أرسنال لم يدخل السوق من أجل تغيير الفريق بالكامل، بل من أجل حماية نقاط قوته وإضافة لاعبين قادرين على إبقاء الفريق في المقدمة طوال الموسم. أكبر صفقاته كانت برونو جيماريش من نيوكاسل مقابل 75 مليوناً، وهي الصفقة الأهم في مشروع أرسنال، ليس بسبب قيمتها فقط، بل لأن النادي أضاف لاعباً يعرف الدوري الإنجليزي جيداً ويستطيع منح وسط الملعب القوة والجودة والقدرة على السيطرة في المباريات الصعبة. التعاقد مع لاعب بحجم برونو يؤكد أن أرسنال لم يعد يبني فريقاً للمستقبل فقط، بل يريد الفوز الآن والمحافظة على اللقب. كما ضم النادي بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 34 مليوناً ونصف المليون ليحصل على لاعب قادر على تغطية أكثر من مركز في الخط الخلفي. وتعاقد مع كريستوس تيزوليس من كلوب بروج مقابل 34 مليوناً لتوسيع خياراته الهجومية. ووصل الحارس إيلان ميسليه في صفقة مجانية ليمنح الجهاز الفني خياراً إضافياً من دون استنزاف الميزانية. بذلك وصل إنفاق أرسنال المعلن إلى نحو 143 مليوناً ونصف المليون. وفي المقابل جمع قرابة 45 مليوناً ونصف المليون من بيع ياكوب كيفيور إلى بورتو، ولياندرو تروسارد إلى بشكتاش، وكريستيان نورغارد إلى إيفرتون. خروج تروسارد وكيفيور قد يقلل بعض العمق، لكن الإدارة نجحت في تجديد الفريق والحصول على أموال من لاعبين لم يعودوا في قلب المشروع. المشكلة التي ظهرت الآن لا تتعلق بالهجوم أو الوسط، بل بالدفاع. إصابة ويليام ساليبا ويوريان تيمبر دفعت أرسنال إلى التحرك من أجل إزري كونسا مدافع أستون فيلا. أرسنال قدم عرضاً يدور حول 35 مليوناً، لكن أستون فيلا رفضه ويتمسك بالحصول على أكثر من 60 مليوناً. وهذا الفارق الكبير يعني أن الصفقة ليست قريبة رغم وجود اهتمام حقيقي. أرسنال قد يعود بمحاولة جديدة، لأن إصابة 2 من أهم مدافعيه تجعل الانتظار مخاطرة، لكن الإدارة ستفكر جيداً قبل دفع أكثر من 60 مليوناً في صفقة لم تكن ضمن خطتها الأساسية في بداية السوق. وهنا تظهر صعوبة القرار: إما دفع مبلغ مرتفع لتأمين الدفاع، أو دخول الموسم بعمق أقل وانتظار عودة المصابين. أما هجومياً فما زالت أسماء جوليان ألفاريز وبرادلي باركولا موجودة ضمن قائمة المراقبة، لكن فرص تحرك أرسنال نحو أحدهما خلال الأيام القليلة المقبلة تبدو ضعيفة. ألفاريز يفضل برشلونة، وأتلتيكو مدريد لا يريد بيعه، بينما يقدر باريس سان جيرمان قيمة باركولا بنحو 145 مليوناً. ولهذا فإن ملف كونسا هو العملية الأكثر واقعية بالنسبة إلى أرسنال حالياً. أما التعاقد مع مهاجم أو جناح عالمي جديد فقد يحتاج إلى تغير مفاجئ في موقف الأندية واللاعبين. ميركاتو أرسنال حتى الآن يبدو متوازناً. النادي دعم الوسط والدفاع والهجوم، وتعاقد مع لاعبين يعرفون الضغط والمنافسة، لكنه قد يحتاج إلى مدافع إضافي حتى لا تتحول الإصابات إلى نقطة ضعف تهدد حملة الدفاع عن اللقب. ومن حامل اللقب ننتقل إلى تشيلسي، النادي الأكثر إنفاقاً والذي بدأ مرحلة جديدة بالكامل مع تشابي ألونسو. تشيلسي نفذ أكبر صفقة في الدوري الإنجليزي هذا الصيف بعدما دفع 117 مليوناً للتعاقد مع مورغان روجرز من أستون فيلا. بهذا الرقم أصبح روجرز أغلى لاعب بريطاني، وتحول مباشرة إلى الوجه الأبرز لمشروع تشابي ألونسو الجديد.
دفع هذا المبلغ في لاعب واحد يضع ضغطا كبيرا على روجرز، لكنه يكشف أيضا أن تشيلسي يراه لاعبا قادرا على أن يكون محورا أساسيا في الفريق، وليس مجرد إضافة جديدة إلى قائمة ممتلئة بالنجوم. كما تعاقد النادي مع المدافع ماكسينز لاكرو مقابل 51 مليونا، وجيوفاني كويندا مقابل 43 مليونا ونصف المليون، وماركو باليسترا مقابل 43 مليونا. وبإضافة بقية الرسوم تجاوز إنفاق تشيلسي 265 مليونا، وهو رقم يؤكد أن الإدارة منحت تشابي ألونسو دعما كاملا لبناء الفريق بالشكل الذي يريده. لكن الفارق هذه المرة أن تشيلسي لم ينفق فقط، بل نجح أيضا في بيع عدد من لاعبيه بمبالغ كبيرة. ماركو كوريلا انتقل إلى ريال مدريد مقابل قرابة 52 مليونا، وأندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليونا، وتريفو تشالوبا إلى كومو مقابل نحو 31 مليونا، وتيريك جورج إلى إيفرتون مقابل 24 مليونا. هذه المبيعات عوضت جانبا كبيرا من الإنفاق، وساعدت النادي على تقليص قائمته ومنح المدرب مجموعة أكثر وضوحا. تشيلسي لا يبدو بحاجة إلى صفقة ضخمة أخرى في الوقت الحالي. الأولوية أصبحت بيع أو إعارة اللاعبين الذين لن يحصلوا على دور أساسي، وتجنب العودة إلى مشكلة القائمة المزدحمة. لكن هناك ملف قد يغير كل الحسابات، وهو مستقبل إنزو فرنانديز. مانشستر سيتي وضع اللاعب ضمن قائمته، وتشيلسي يقدره بنحو 120 مليونا. حتى الآن لا يوجد عرض رسمي، والنادي اللندني لا يتحرك لبيع إنزو، لكنه سيكون مستعدا على الأقل للاستماع إذا وصل عرض بهذه القيمة. بيع إنزو بعد بداية عهد جديد سيكون قرارا كبيرا، لأن الأمر لا يتعلق بالحصول على المال فقط، بل بخسارة لاعب يمثل جزءا أساسيا من وسط الملعب، ولهذا من الصعب أن يتحرك الملف من دون عرض استثنائي. وإذا أراد السيتي التعاقد معه فعليه دفع الرقم الذي يجعل تشيلسي مستعدا لإعادة ترتيب مشروعه مرة أخرى. ميركاتو تشيلسي هو الأضخم حتى الآن، لكنه سيحكم عليه من خلال النتائج. الإدارة وفرت الأموال واللاعبين، والضغط أصبح بالكامل على تشابي ألونزو لتحويل هذه الصفقات إلى فريق حقيقي، لا مجرد مجموعة غالية الثمن. أما ليفربول فيدخل الموسم بأكبر تحول فني وهجومي منذ سنوات. النادي بدأ مرحلة ما بعد محمد صلاح وبداية عهد المدرب أندوني إيراولا، وهذا يعني أن ليفربول لا يبحث عن تحسينات بسيطة، بل عن هوية جديدة تستطيع الاستمرار بعد رحيل أهم نجوم الفريق. ليفربول دفع 60 مليون للتعاقد مع قلب الدفاع جيريمي جاكي من رين، وأضاف فيكتور مونيوث من أوساسونا مقابل 34 مليونا ونصف المليون. كما أكمل استعارة رونالد أراوخو من برشلونة لمدة موسم واحد مع خيار شراء يقارب 47 مليونا. صيغة صفقة أراوخو ذكية بالنسبة إلى ليفربول، لأنها تمنحه مدافعا يمتلك الخبرة والقوة من دون إلزام النادي بدفع قيمة الشراء مباشرة. وإذا نجح اللاعب وتأقلم مع الدوري الإنجليزي يستطيع ليفربول الاحتفاظ به بصورة نهائية. هذه التدعيمات أصبحت ضرورية بعد انتقال إبراهيم كوناتي إلى ريال مدريد ورحيل أندي روبرتسون إلى توتنهام مجانا. الدفاع تغير والمدرب تغير، ومحمد صلاح لم يعد موجودا، ولذلك فإن الموسم الجديد لن يكون امتدادا للمشروع السابق، بل بداية مختلفة تماما. التحدي الأكبر الآن هو تعويض التأثير الهجومي الذي تركه صلاح. الاسم الأول لدى ليفربول هو برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان. حدثت اتصالات أولية واللاعب منفتح على الانتقال إلى أنفيلد، لكن باريس يطلب قرابة 145 مليونا، وهو رقم يجعل الصفقة شديدة التعقيد. ليفربول يستطيع دفع مبلغ كبير، لكنه لا يريد الدخول في عملية غير منطقية تجعله يتحمل وحده جميع شروط باريس. كما أن انفتاح اللاعب على الانتقال لا يكفي، باريس لا يحتاج إلى البيع ويملك القدرة على رفض العروض إذا لم تصل إلى تقييمه. باركولا لم يكون نسخة من محمد صلاح، لكن وصوله سيمنح إيراولا جناحا سريعا وقادرا على حمل جزء كبير من المسؤولية الهجومية، ولهذا يراه النادي هدفا مناسبا لبداية العهد الجديد. مستقبل كودي جاكبو مرتبط بهذه العملية. توتنهام يريد التعاقد مع اللاعب الهولندي، لكن ليفربول لن يسمح له بالمغادرة قبل ضمان وصول بديل. إذا نجح ليفربول في التعاقد مع باركولا أو جناح آخر يمكن أن يفتح الباب أمام بيع جاكبو. أما إذا تعثرت الصفقة فسيستمر اللاعب في أنفيلد.
هذا الموقف منطقي لأن خسارة صلاح وجاكبو في السوق نفسها من دون بديل جاهز ستضع الفريق تحت ضغط هجومي هائل. حتى الآن صفقة باركولا صعبة وليست قريبة من الإعلان، لكن اهتمام ليفربول حقيقي وقد تتحول إلى واحدة من أكبر قصص الأيام الأخيرة إذا خفض باريس مطالبه أو قرر اللاعب الضغط من أجل الرحيل. ومن ليفربول ننتقل إلى مانشستر سيتي الذي يريد استعادة لقب الدوري بعد غياب موسمين. السيتي نفذ واحدة من أغلى صفقات الصيف عندما تعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليوناً. الرقم ضخم لكنه يعكس رغبة النادي في بناء وسط ملعب جديد يستطيع الاستمرار لسنوات، خصوصاً مع التغييرات الكبيرة التي حدثت داخل القائمة. كما تعاقد السيتي مع جيريمي مونغا مقابل 10 ملايين وبيرس تشارلز مقابل 3 ملايين، وهي صفقات أقل حجماً لكنها تستهدف إضافة لاعبين يمكن تطويرهم للمستقبل. في المقابل رحل جيمس ترافورد إلى ليدز مقابل 40 مليوناً، وناثان آكي إلى فينربخشة مقابل 8 ملايين ونصف المليون، بينما غادر جون ستونز إلى إنتر وبرناردو سيلفا إلى ريال مدريد مجاناً. خسارة ستونز وبرناردو وآكي تعني أن السيتي فقد قدراً كبيراً من الخبرة، ولهذا لا يمكن النظر إلى صفقة أندرسون باعتبارها رفاهية. النادي يحتاج بالفعل إلى دماء جديدة. الصفقة الأقرب حالياً هي أيوب بوعدي من ليل. السيتي توصل منذ فترة إلى اتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، ويعمل الآن مع ليل للوصول إلى اتفاق بين الناديين مع تقدير قيمة العملية بنحو 85 مليوناً. بوعدي لاعب يمثل الحاضر والمستقبل معاً، والتعاقد معه بعد أندرسون سيؤكد أن السيتي يعيد بناء وسط ملعبه حول مجموعة أصغر سناً وأكثر قدرة على الاستمرار. الاتفاق لم يعلن بعد، لكن هذا هو الملف الأكثر تقدماً بين جميع تحركات السيتي، وفرص حسمه تبدو مرتفعة إذا تم الاتفاق على طريقة دفع المبلغ والمكافآت. أما الملف الذي يخطف العناوين فهو مستقبل رودري، لكن الصورة فيه أقل وضوحاً بكثير. مانشستر سيتي رفض عرضاً من برشلونة يدور حول 40 مليوناً، ولا يعتبر المفاوضات نشطة في الوقت الحالي. برشلونة يدرس العودة بعرض جديد، بينما تتحدث تقارير أخرى عن إمكانية وصول العملية إلى 60 مليوناً. هذا التضارب يعني أن صفقة رودري ليست محسومة وليست قريبة من الإعلان كما يحاول البعض تصويرها. برشلونة مهتم واللاعب موجود ضمن خططه، لكن الفارق المالي ما زال كبيراً، والسيتي لن يتخلى عن لاعب بقيمة رودري مقابل رقم لا يقترب من تقييمه الحقيقي. إذا قرر رودري الرحيل فإن السيتي سيحتاج إلى تعويضه بلاعب كبير، وهنا يظهر اسم إنزو فرنانديز، لكن تشيلسي يريد 120 مليوناً. من الصعب أن يدخل السيتي في عملية بهذا الحجم قبل بيع بعض اللاعبين وحسم مستقبل رودري. لذلك يبدو أن خطة السيتي الحالية واضحة: إغلاق صفقة بوعدي أولاً، ثم انتظار تطورات رودري قبل اتخاذ القرار بشأن إنزو أو أي لاعب وسط آخر. السيتي أنفق بقوة، لكنه لا يزال في منتصف عملية إعادة بناء حساسة. نجاح الموسم لن يتوقف على عدد الصفقات، بل على قدرة اللاعبين الجدد على تعويض الخبرة التي خرجت. أما مانشستر يونايتد فيدخل السوق بطريقة أكثر هدوءاً، لكنه يحاول بناء فريق قادر على العودة إلى المنافسة بصورة حقيقية. يونايتد دعم وسط ملعبه بالتعاقد مع أندري سانتوس من تشيلسي مقابل 50 مليوناً، ويوري تيليمانس من أستون فيلا مقابل 35 مليوناً. سانتوس يمنح الفريق لاعباً يمكن تطويره لسنوات، بينما يضيف تيليمانس الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغط الدوري الإنجليزي. كما ضم النادي تينان تومسون مقابل 8 ملايين، وتعاقد مع الحارس كارل دارلو مجاناً. وفي المقابل غادر راسموس هويلوند إلى نابولي مقابل 38 مليوناً، وانتقل كاسيميرو مجاناً إلى إنتر ميامي، وأعير أندري أونانا إلى ترابزون سبور، بينما رحل جادون سانشو بعد نهاية عقده. هذه الخروجات تعني أن يونايتد لا يغير التشكيلة فقط، بل يغلق ملفات استنزفت النادي فنياً ومالياً خلال المواسم الماضية. التحرك الحالي يبدو أقل صخباً من تشيلسي والسيتي وتوتنهام، لكنه أكثر وضوحاً. تحسين الوسط، تقليل الرواتب، والتخلص من اللاعبين الذين لم ينجحوا في تثبيت أنفسهم. لا توجد حالياً صفقة جماهيرية ضخمة يمكن وصفها بأنها قريبة. دافيد رام ظهير لايبزيغ أصبح ضمن قائمة المراقبة، مع حديث عن قيمة تتراوح بين 30 و34 مليوناً، لكن يونايتد لم يقدم عرضاً مؤكداً حتى الآن.
الاهتمام منطقي إذا كان النادي يريد إضافة ظهير قادر على التقدم وصناعة الفرص، لكن الملف ما زال في مرحلة الدراسة. كما يتحرك يونايتد نحو لويس بيغ موهبة ليستر البالغة 18 عاماً، وهذه صفقة مستقبلية أكثر من كونها لاعباً سيغير الفريق مباشرة. ميركاتو يونايتد ليس الأكثر إثارة، لكنه قد يكون أكثر عقلانية إذا نجح اللاعبون الجدد في منح الفريق الاستقرار الذي افتقده. الجماهير قد تنتظر اسماً نايت ضخماً، لكن حاجة يونايتد الحقيقية ليست إلى صفقة تجذب الانتباه لأيام، بل إلى مجموعة متوازنة تستطيع تقديم موسم كامل من دون انهيار. ونصل إلى توتنهام، ثاني أكثر أندية القمة جرأة بعد تشيلسي. توتنهام يريد العودة إلى دوري أبطال أوروبا والمنافسة بقوة، وتحركاته تؤكد أن الإدارة لا تريد الاكتفاء بدور المراقب. النادي تعاقد مع ساندرو تونالي من نيوكاسل مقابل 100 مليون، منها 92 مليون ونصف المليون بصورة ثابتة، والبقية إضافات. تونالي هو الصفقة التي يفترض أن تغير مستوى وسط توتنهام، لأن النادي حصل على لاعب يعرف الدوري الإنجليزي ويستطيع قيادة الإيقاع والربط بين الخطوط. كما ضم ماتيوس فرنانديز من ويست هام مقابل 85 مليونا، إرفولان بول فان هيك من برايتون مقابل 52 مليونا، وحصل توتنهام مجانا على أندي روبرتسون وماركوس سينيسي ومارتن دوبرافكا ليضيف إلى الفريق خبرة كبيرة من دون رسوم انتقال. قيمة الصفقات الثلاث المدفوعة لغدها بلغت 237 مليونا، وهو رقم يعكس حجم طموح النادي هذا الموسم. وفي المقابل باع توتنهام لوكا فوسكوفيتش إلى برايتون مقابل 50 مليونا، وويل لانكشر مقابل 20 مليونا، ووصلت مبيعاته المعلنة إلى قرابة 99 مليونا. التحرك كان قويا ومتوازنا نسبيا بين الشراء والبيع، لكن هناك ملف قد يضعف الدفاع رغم جميع التدعيمات. كريستيان روميرو يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد مقابل رقم يتراوح بين 34 و 35 مليونا. المفاوضات متقدمة، والتوقع داخل توتنهام هو أن اللاعب سيغادر. ورغم أن النادي تعاقد مع فان هيك وسينيسي، فإن خسارة روميرو تعني فقدان مدافع يمتلك الشخصية والخبرة. لكن توتنهام ربما يرى أن بيع اللاعب الآن أفضل من الدخول في موسم جديد ومستقبله غير مستقر، خصوصاً بعد تدعيم الخط الخلفي بأكثر من اسم. أما هجومياً فيبحث النادي عن جناح جديد، والخيارات الأبرز هما كودي جاكبو وسافينيو. صفقة جاكبو مرتبطة مباشرة بتحركات ليفربول. إذا تعاقد ليفربول مع باركولا أو بديل هجومي آخر، فقد يسمح ببيع اللاعب الهولندي إلى توتنهام. أما قبل ذلك فلن يخاطر بخسارته. سافينيو من جانبه يرغب في الانتقال إلى توتنهام، لكن لا يوجد عرض جديد حتى الآن، ولن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة. لذلك من المرجح أن يتعاقد توتنهام مع جناح قبل إغلاق السوق، لكن لا يمكن القول إن جاكبو أو سافينيو أصبح قريبا من الإعلان. توتنهام يمتلك واحدا من أقوى خطوط الوسط الجديدة، وأضاف خبرة مهمة إلى الدفاع، لكن نجاح الميركاتو قد يتوقف على حسم صفقة جناح والتعامل الصحيح مع رحيل روميرو. وبالنظر إلى جميع الملفات، فإن الصفقة الأقرب للحسم حالياً هي انتقال أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي، لأن الاتفاق مع اللاعب موجود، والمفاوضات مع ليل وصلت إلى مرحلة متقدمة. بعدها يأتي انتقال كريستيان روميرو من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد، ثم المحاولة الجديدة المتوقعة من أرسنال للتعاقد مع إزري كونسا. صفقة جناح توتنهام قد تتحرك في أي وقت، لكنها مرتبطة بقرارات ليفربول ومانشستر سيتي. أما باركولا إلى ليفربول فتبقى صفقة ممكنة، لكنها معقدة جدا بسبب مطالبة باريس ب145 مليونا. ويبقى رودري الاسم الأكبر إعلاميا، لكنه أيضا الملف الأكثر تضاربا. لا يوجد اتفاق بين برشلونة والسيتي، والعرض الأول رفض، ولذلك لا يمكن اعتباره قريبا من الرحيل حتى يظهر تحرك مالي جديد. الميركاتو لم ينتهي، والصفقة التي تبدو مستحيلة اليوم قد تتحول إلى إعلان رسمي خلال ساعات. اكتب في التعليقات من قام بأقوى ميركاتو حتى الآن، واشترك في القناة لمتابعة صفقات أندية التوب 6 يوميا حتى إغلاق السوق.